مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا عاملين مع بعض مقرمشات حلوه جدا جدا، وهي مقرمشات المكرونه. وطبعا لو جه عليكي وقت وعايزه تاكلي اي حاجه تسالي انتي وولادك، وما عندكيش اي حاجه وفي اي حد من الولاد كسلان يجيب لك حاجه، اعملي مقرمشات المكرونه. طعمها هيعجبك جدا جدا. طبعا انتوا سمعتوا صوت القرمشه في الاول، ده حقيقي والله صوتها. هو اي نعم صوت وحوش بتاكل بس ده صوتها الحقيقي. بصوا حبايب قلبي، انا جبت كوبايتين مكرونه وسلقتهم، بس ما تخليهاش ان هي تمام السوا، وبقليها في الزيت لحد ما بتاخد اللون اللي انت شفتيه ده. انا كنت حطاها على شبكه سلك مع مناديل، على اساس ان هي يعني تبقى الزيت بتاعها قليل. انا هنا ببهرها، انا هنا بهرتها بالبهارات المتوفره عندي، وهي كانت بهارات فراخ. وطبعا بتحطي نسبه ملح قليله لانك انت حاطه ملح في السلق. بابريكا، ممكن تحطي شطه لو ولادك بيحبوا الحاجه الحاميه. الطعوم دي متواجده كتير جدا عند العطار، ممكن تجيبي طعم الجبنه، طعم الكاتشب، يعني ممكن الكميه القليله اللي انت عاملاها دي تجزئيها لكذا طعم. تمام. انا هنا خلصتها وبهرتها. كان طعمها حلو جدا والله، يعني ما تقلش حاجه عن الدريتوس وعن الحاجات اللي احنا بنجيبها، وحاجه يعني تكلفتها قليله. لو انت متجمعه انت وولادك على موفي تتفرجوا عليه، انت ممكن وما عندكيش اي حاجه تسالي ممكن تقومي تعمليها. والله لو عملتيها هتعجبك قوي قوي قوي. اتمنى ان انت تجربيها واتمنى ان هي تعجبك. على فكره ممكن لو انت شايفه ان الحجم طويل شويه، ممكن تقسمي المكرونيه على 2، بالنسبه لك هتبقى سعرات قليله. اتمنى تجربيها، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.